تعال افكرك في 30 ديسمبر 2016 ايه اللي حصل. زي امبارح ما اتكلمنا عن ذكرى وفاة لاعب الاسطورة جوهرة السمراء بيليه، النهارده لازم برضو نتكلم عن ذكرى وفاة اسطورة مصرية المرة دي، وهو محمد دياب العطار، او زي ما احنا عارفينه كده الديبة. الديبة مثل من الأمثلة الكتير اللي كانت عندها وفاء للأندية زمان، اللي هو مش موجود دلوقتي، والانتماء اللي مش موجود دلوقتي. الديبة فضل في مسيرته كلها مع نادي الاتحاد، خد هداف الدوري في موسم 48 49، وقتها سجل 15 هدف. شارك كمان مع منتخب مصر في دوريتين أولمبيتين، وهي 1948 و 1952. كمان أحرز مع منتخب مصر بطولة الأمم الأفريقية سنة 1957، وكمان هو كان هداف البطولة ب5 أهداف. في سنة 2007 كمان كانوا بيعملوا استفتاء على أعظم 200 شخصية رياضية في القارة السمراء. عايز اقول لك ان محمد دياب العطار الديبة تم اختياره من اعظم 200 شخصية رياضية في القارة السمراء في التاريخ. ده ان يدل على عظمته كلاعب، وكمان على قيمته مع المنتخب الوطني. بعد ما اعتزل الديبة اتجه للتحكيم، حكم ماتشات كتير، ويمكن اشهر البطولات اللي حكم فيها كانت كاس الخليج سنة 1972. حكم ماتش ما بين السعودية والكويت، حكم ماتش ما بين السعودية وقطر، وفعلا برضه كان ليه تاريخ، يعني نعم مش كبير بس كان ليه برضه تاريخ في التحكيم، سواء التحكيم المصري او التحكيم العربي. توفي سنة 30 ديسمبر 2016 اللي هو زي النهارده بسكتة قلبية مفاجئة. رحم الله الديبة، كان مثال للوفاء، وخصوصا الوفاء السكندري لنادي الاتحاد. كان لازم زي ما بنفتكر لعيبة عالمية نفتكر لاعبتنا واساطيرنا اللعيبة الكبيرة اللي ادت كتير للكرة المصرية وللأندية المصرية. انا كده خلصت كلامي، اشوفكم بكرة ان شاء الله. تعال افكرك.